السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد مفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع تطبيق جديد واسمه تطبيق تعليمي. التطبيق ده مساحته 10 ميجا، محمله اكتر من 50,000 شخص. تطبيق بالتعليم الابتدائي والاعدادي، بيفيد الطلاب وبيفيد اولياء الامور وبيفيد المدرسين. من خلال التطبيق ده مبدئيا كده هو موجود داخل جمهورية مصر العربية. من خلال التطبيق ده بيقدر الطلاب واولياء امورهم يعرفوا الطلاب بيعرفوا الدروس والمنهج اللي عليهم، والاولياء الامور برضه بيعرفوا المنهج اللي على اولادهم بالنسبه للسنه الدراسيه اللي هم فيها. بيقدروا من خلال التطبيق ده ان هم يلاقوا المواد اللي عليهم من لغه عربيه، لغه انجليزيه، دراسات اجتماعيه، رياضيات. كل المواد اللي بتكون عليهم موجوده، وبيكون ليها شرح للطلاب وشرح لاولياء الامور، علشان لو الطالب مش فاهم فولي الامر يقدر يفهم ويقدر ان هو يفهم ابنه او يقدر يذاكر مع ابنه. كمان بيكون فيها دورات للمعلمين عشان يقدروا يحسنوا من مستواهم في شرح المناهج التعليمية للطلاب، ويقدروا يوصلوهم المعلومات بطريقة سهلة وميسرة. التطبيق ده مشكلته ان هو بيستهلك انترنت كتير بالنسبة لتشغيل الفيديوهات. كمان بيكون الفيديوهات بتاعته مش ناقصة، يعني ناس كتيرة بتشتكي ان بيكون المقطع الفيديو مثلا بيتكلم عن درس لغة عربية، واثناء الدرس ما هو شغال او في نص الدرس او قبل ما الدرس يخلص يلاقوا الفيديو توقف وقفل. طب ليه هو الفيديو كده؟ ففي بعض الناس بتشتكي من الموضوع ده، وبعض الناس بتشتكي انه بيستهلك انترنت كتير وبيسحب من الباقة انترنت عالي. بس كده يعتبر نص شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تكتب في الكومنت لو شفت ميزه او عيب التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.